انا دلوقتي انا كنت متجوزه واحد وما حصلش نصيب وطلقت بعد ما خلفت عيل. ايوه. وكانت حياتي صعبه قبل الجواز مع اب واخ على 5 بنات، فالاخ كان بيضرب. والحمد لله احنا كنا متماسكين انا واخواتي، في منه اللي ما اتجوزش، وانا قلت لا اتجوز راجل يخلي باله مني. فشلت في الجوازه الاولانيه، بعد كده قابلت دكتور محترم، اتجوزت وبعد ما عرفت بيه باسبوع وسكنت في بيت اهلي، ودخل لي دخله كبيره وقال لي هربي لك ابنك. بعد الجواز ابنك ابني رماه من الشقه اللي انا كنت عايشه فيها انا وابني في وسط اهلي، وحكم علينا كلنا ما نشوفوش. وبعد كده بصيت لقيت معامله وحشه وقعد يعاقبني بيقول لي انت كنت متجوزه قبليه وكنت بتعملي ايه مع جوزك، وبيضربني وما رضاش اقول لاهلي لا يشمتوا فيا وارجع للعيشه الاولانيه تاني. بعد كده حكم عليا ما اشوفش ابني خالص ولا اسمع صوته. قلت من المعامله الطيبه وهي قافله لا ست كويسه ومحترمه هيوافق ان انا اشوف ابني بعد كده، بقيت اقف جنبه. اهله ناس اغنياء مش راضيين يقفوا جنبه وما كانوش راضيين على الجوازه. فضلت اعمل عياده ونعمل مركز طبي، بقى يهني في المركز، كنت بمسح له الارض واقطع له التذاكر بنفسي. وبعد كده لقيته بيهني ويمشيني وبيعمل حاجات مش كويسه جوه العياده. سكنك فين يا هدى؟ دلوقتي حاليا خدني سكني في اكتوبر. في اكتوبر. وانت اصلا مطريه ولا عين شمس ولا زيتون؟ بالمطريه طبعا. دلوقتي انا خدني في اكتوبر، كل شويه سكنني في حته معزوله عن المجتمع باولادي، مخلفه منهم 3 اولاد، 1.5 سنة و4 سنين و5 سنين. والواد الاولاني ابتديتي تشوفيه يا هدى؟ خالص لغايه دلوقتي لو لقاني سرحانه فيه بيلطشني بالقلم على وشي لو سرحت فيه كده بس يعني. ما تقوليلوش ان انا سرحانه فيه يا هدى. بيحلفني على المصحف هي حاله غيره سودة، لان هو بيحبك بس ماشي في طريق زفت شويه، ما يعرفش يحب. ياما ناس فينا بتحب لكن ما تعرفش الحب ده معناه ايه. لكن هي غيره سودة وصلت الى درجه ان هو بيتخيل يا حبيبتي والشور، واكيد قال لك الكلمه دي، بيتخيل ان ابنك من الراجل اللي نسخه زي الشاه بتاعه الاستنساخ من ابوه، وانك ما بتفكريش في ابنك ولكن بتفكري في ابوه. طب حضرتك دلوقتي راح مقعدني من شغلي وعزلني عن اهلي واهله، ممنوع اشوف اهلي ولا اصحابي، ممنوع اتكلم في التليفونات، لو لقيت تليفوني مشغول بيعذبني، سني في حته ماليش جيران. وبعدين بيروح سايبنا وماشي، قاعد بره في شغله بالشهر شهرين 3، وبعدين بيجي لي بيأذي في المستشفيات، بيعمل زنا وسرقه وبيعمل بلاوي، ولو عرفت بيعذبني بيقول لي يا الله تقول لحد هرش عليك ميه نار، انا اهلي في الحكومه، احنا ناس اغنياء، وبعدين مقعدني على البلاط. ممنوع يجيب لي عشان عمال يصرف فلوسه في زرع وعمال ويتداين، وكل شويه يتداين يقفلوا لي على الباب وهو مش موجود وما رضاش يكلمهم. يعني بيتصرف تصرفات. ولادي سمات توحد 4 سنين ولد مش راضي يعالجه، والبنت عندها صوت قلب مش متابعها 1.5 سنة، والبنت اللي في المدرسه في كيجي مش عارفه اروحها، لو في مشكله مش عارفه اروح اشوفها. وانت جايبه منه 3 بنات يا هدى؟ بنتين وولد وبيهملهم بالشهر ولا يسال ولا مصروف ولا 10 ايام اسبوع بمزاجه بيجي. وعازلكوا عن الدنيا ولا ما فيش جيران ليه؟ بغير يعني؟